قسما برب الجن والإنسان والنجم والأقمار والحيوان، إني أقول لكم بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان. كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان. منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله بالسلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء والروغان. حاشا الرجال بأن يكونوا مرجئا، حاشاهم من فرية الصبيان. حدثاء أسنان تقاصر فهمهم، سفهاء أحلام بلا أذهان. خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران. يا أيها الغر المجانب للهدى دع عنك نهج خوارج الأزمان. والزم ركاب الراسخين فعلمهم قال الرسول وليس رأي فلان. إن الدواعش بالنصوص تلاعبوا وتسابقوا في الزيغ والعصيان. وتميعوا في دينهم وتفسخوا فتنكروا للدين والأوطان. يا خارجي القوم ما لك لا تعي فانفض غبار الحقد والأضغان. إن الشريعة سمحة مزدانة لا تشرين الحق بالبهتان. إن الخوارج شر قتلى يا أخي قد قالها المبعوث بالقرآن. ضلوا الطريق وفي الحضيض تساقطوا فقد ارتضوا بالذل والحرمان. يا إخوتي هلا جمعتم أمركم من كل قطر قاصكم والدان. فقتال داعش واجب ومحتم فتوحدوا ضد العدو الجاني. والله إن قاتلتموهم إخوتي فالنصر آت من عظيم الشان. يا أيها الليبي نلت كرامة بقتالك الأنجاس في الميدان. لا تخش إلا الله جل جلاله والحق بركب الأسد والفرسان. فالله ناصر جنده فلتصبروا ربحت تجارتكم مع الديان. إما بفوز الصالحين ونصرهم أو بالشهادة نلتقي بجنان. صلى الإله على النبي وآله خير البرية هادم الأوثان. بالله قولوا عند ختم قصيدتي نجاك ربي منهم بأمان.